النهارده هنتكلم عن العشاء. اهم حاجه في العشاء ان احنا برضه بنشيل النشويات خلال العشاء وبعد العشاء خالص. ليه بنشيل الكربوهيدرات من العشاء؟ حاجه كتير مننا ما يعرفهاش، هي ان لما بناكل كربوهيدرات كتير على العشاء ده بيخلينا ما بنعرفش ننام بسهوله. فلو انت دايما حاسس ان انت عندك مشكله نوم، ده غالبا معناه ان انت كنت بتاكل كربوهيدرات كتير قوي على العشاء. اهم حاجه بالنسبه لي في العشاء هي ان احنا عايزين ناكل اي نوع من انواع اللحوم، سمك، لحمه، فراخ، ومعايا طبق خضار حلو جدا، وممكن احط على الخضار ده زبده. طبعا كل الناس هتقولي زبده لا، ممكن تاكل شويه زبده على العشاء، دي محسوبه في النظام الغذائي بتاعنا، لان احنا زي ما قلنا احنا هنفطر بروتين وفاتس وهنتعشى بروتين وفاتس. مش معنى كده ان انا اخش احط نص علبه زبده، انا بتكلم على معلقه شاي الزبده هشوح فيها الخضار بعد ما اسلقه عشان اديله طعم بس. مثال العشاء مثلا ممكن اكل حته لحمه مشويه مع طبق خضار بسيط معمول في شويه زبده قليلين جدا، ده يبقى عشاء مناسب جدا بالنسبه لي. وهنزل لكم النهارده بوست تاني هيبقى فيه امثله كتير لاي عشاء ممكن نتعشى بيه.